ممكن تعرفنا بنفسك أخي؟ نبيل النهار من سوريا. أهلا وسهلا أخي نبيل. أخي في سؤال، طبعا بآخر فترة النظام السوري عم يحاول يمشي فكرة إنه أغلب الناس اللي عم يطلعوا بالمظاهرات إن إما أخوان مسلمين أو سلفيين أو شيء من هالنوع. شو بتحب تقول؟ سلفية؟ إيه أنا سلفي. نعم، وابن أخي سلفي كمان. ابن أخي ضرير أعمى بسوريا. نحن مسيحية أول شيء بالحقيقة. غنى غنية يا حيط، بس تأثر فيها عم يغنيها، حطوه بالحبس، أخذوه 30 عنصر أمن ما بنعرف عنه شيء. بتسأل أهله خايفين مرتعبين، بتسأل أصحابه لك لأيمة هذا الرعب نوصل؟ لأيمة هالضلال رح نضلنا عايشين فيه؟ أنا عتبي على الأخوة المسيحية وعلى الأهل المسيحية اللي بسوريا. زمان القمع والخوف ولا اصحوا، لا بقى تقفوا مع الحكم الطاغي، لأنه بيسموكم ديول الحكم، والحق رح تظهر. يا جماعة خليكم قولوا كلمة حق بحياتكم. أنا لليوم يعني صرت شامع أكثر من الآلافات المسيحية كلهم ضد الحكم الطاغي، بس بشوفهم خايفين. ما بيصير الخوف، ما بيصير شيء اللي كتبه الله إله. يا جماعة لا تسودوا، هذا بتسجلوا اسكم بالعار. انتم هلا اذا ما بتحكوا كلمة حق، الحزب العبسي ولا وراح يولي عن قريب، وهلا لي تلفزيونات شوفوها بتحكي لكم الحقيقة. يا جماعة لا بقى تكونوا ضالين، قيموا الغشاء عن وشكم وشوفوا الحقيقة. سوريا الله حرية وبس. الله محييك يا مسيحي سلفي انت. اسلام.